إزاي توفق بين شغلك ومشروعك الخاص؟ كتير مننا بيحلم يبدأ مشروعه الخاص وهو شغال وظيفة ثابتة، بس التحدي الأكبر بيكون إزاي أوازن بين الاتنين من غير ما أتعب أو أفشل. في الفيديو ده هقولك على خطوات عملية عشان توفق بين شغلك ومشروعك وتحقق النجاح في الاتنين. ويلا بينا مع التفاصيل. أول حاجة، حدد أولوياتك. أول حاجة لازم تعملها إنك تعرف إيه المهم بالنسبة لك. اسأل نفسك إيه هدف المشروع، دخل إضافي ولا تغيير كامل لمسار حياتك؟ لما تحدد أولوياتك هتقدر توزع وقتك بشكل أذكى. تاني حاجة، إدارة وقتك بحكمة. حدد وقت ثابت يوميا أو أسبوعيا تركز فيه على مشروعك. استخدم أدوات تنظيم زي جوجل كالندر أو تطبيقات المهام عشان ما تضيعش وقتك. استغل الأوقات الميتة زي وقت المواصلات أو الفترات الهادية في يومك. تالت حاجة، ابدأ صغير وركز. مش لازم تبدأ مشروع كبير، ابدأ بحاجة بسيطة تقدر تديرها مع شغلك. اختار فكرة ما تحتاجش وقت أو مجهود ضخم في البداية. مثال، لو مشروعك بيع منتجات، ركز على نوع واحد مميز بدل ما تشتت نفسك. رابع حاجة، اطلب المساعدة. مش شرط تعمل كل حاجة بنفسك، لو تقدر تشوف حد يساعدك ممكن تعتمد على عمالة جزئية أو تطلب مساعدة من أصحابك وأهلك في الأول. رقم 5 والأخيرة، حافظ على طاقتك. اوعى تشتغل 24 ساعة، خصص وقت للراحة عشان تقدر تشتغل بكفاءة. لو حسيت إنك مضغوط خد خطوة وراجع ترتيب أولوياتك. الخلاصة، توفيقك بين شغلك ومشروعك ممكن، بس محتاج إدارة وقت وأولويات صح. ابدأ صغير، نظم يومك، واستغل كل لحظة. مشوار ال1000 ميل بيبدأ بخطوة، ومشروعك هيبقى أكبر لو بدأت بالطريقة الصح. لو عندك سؤال أو تجربة شاركها في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة. سلام.